فيلمنا النهارده اكشن جامد جدا، واوعدك كمان هتشوفه اكتر من مره. فيلمنا بيحكي عن شاب قوي عنده 21 سنه ومحترف فنون القتال من صغره، ولكنه بيتسجن في اخطر السجون بتهمه انهاء حياه شخص ما، وهناك بيدخل في مشاكل كتيره علشان يدافع عن نفسه من مجرمين السجن. وبنشوف اتوبيس وبيكون محمل مجموعه من المساجين ومتجه بيهم لسجن من اخطر السجون، ولما بيوصلوا الضابط بيفك لهم الكلبشات وبعدها بيدخلهم من بوابه كشف المعادن، وده علشان يفتشهم ويعرف لو في اي حد معاه آلة حادة. ولما الدور بيجي على ريكي الانذار بيشتغل، فالحراس بيفتشوه بالجهاز، والجهاز بيدي انذار لما بيقرب عند صدره، وبعد كده بياخدوه على جهاز الاشعه وبنشوف ان ريكي في جسمه طلقات رصاص. فالضباط بيستغربوا انه لسه عايش وواقف على رجله، ولكن بيتجاهلوا الموضوع وبيدخلوه السجن من غير اي مشاكل. وبتنتقل بينا الاحداث لشخص غلبان داخل السجن اسمه معه، وبنشوف مجموعه من البلطجيه وهم بيضربوه وبيتنمروا عليه، والمجرمين دول كان الكبير بتاعهم شخص اسمه لين، فبيفضلوا يضربوا معاه بكل وحشيه وبيتريقوا عليه، وده لانه كان بيحب يلعب بلعب الاطفال. وحراس السجن لما بيشوفوهم مش بيعملوا اي حاجه، وده لانهم بيداروا على لين والمجرمين اللي معاه. وفي الوقت ده ريكي بيظهر وبيوقع لين على مجموعه من المسامير وبتدخل في وشه، فالمجرمين بيخافوا من ريكي وبياخدوا لين وبيمشوا، وبعد كده بيقعدوا مع بعض وبيفكروا ازاي ينتقموا من ريكي بسبب اللي عمله ده. فلين بيكلم حد من الحراس وبيطلب منه يخرج شخص اسمه شاكل من الحبس الانفرادي، وبنعرف ان الشاكل ده محبوس في الانفرادي بسبب انه بيعمل مشاكل كتيرة في السجن ومحدش كمان بيقدر عليه. وبعدها واحد من الحراس الفاسدين بيروح وبينده على معه، فما بيترجاهم يحموه من لين وعصابته، ولكن الحراس الفاسدين بيتريقوا عليه وبيعملوه بطريقة مش كويسة. وفي نفس اليوم بالليل واحد من الحراس بيشوف ما وهو منتحر بسبب الظلم اللي تعرض له، وخبر ما بينتشر في السجن كله وبتحصل حالة فوضى. وبعد كده الحراس بيكونوا واخدين جثة ما علشان يدفنوها، فريكي بيظهر لهم وبيوقفهم، فبيشوف ما وهو في ايده الكلبشات حتى وهو ميت، فبيتضايق جدا من كتر الظلم اللي ما اتعرض له، وبكل قوته بيقدر يكسر الكلبشات من ايده، وبعدين بيحط له اللعبة اللي كان بيحب يلعب بيها. وبعدها ريكي بيتعصب جدا وبيقرر انه ينتقم من لين وعصابته واي ظلم بيحصل في السجن. وفي اليوم اللي بعده كان ريكي واقف بيستحمى، وفجأة بيظهر له المسجون الخطير اللي اسمه شاكيل، فشاكيل بيضرب ريكي ضربة قوية طيرته لبعيد، ولكن ريكي بيقوم وبيستجمع قوته وبيقدر انه يضرب شاكيل ضربة قوية فتحت له بطنه. وبعدها لين جاب مسمار وهجم على ريكي علشان ياخد حقه، فالمسمار بيدخل في ايد ريكي، ولكن ريكي بيمسك لين وبيكسر له ايده، وبعدها بيخرج المسمار من ايده بكل سهولة، وكمان بيضربه ضربة قوية خرمت له بطنه، وكل اللي كانوا واقفين بيكونوا مذهولين من اللي بيحصل. فالحراس بييجوا وبياخدوا ريكي للحبس الانفرادي، ولكن بيوقفهم شخص اسمه هاي، وهاي بيكون اقوى شخص في السجن وهو اللي مسيطر عليه، وبيقول لريكي انه يبطل يعمل مشاكل والا هيقضي عليه. وبعدها ريكي بيروح على الحبس الانفرادي، وهناك بيفضل يتأمل ويفتكر ذكريات قديمة ليه، وهنا بنعرف انه كان شاب عادي جدا بس بعد فقدان ابوه عمه اللي رباه. وفي يوم من الايام عمه عرفه على فن قتالي سري قوي جدا، فريكي اتحمس جدا وطلب منه يعلمه، ومع الوقت والتدريب ريكي بيتحول لمقاتل قوي جدا وشرس على الاخر. وبعد كده بنرجع من تاني للسجن، وهناك الحراس بياخدوا ريكي لمدير السجن، وبنشوف مدير السجن شكله غريب ومركب خطاف في ايده كده، وبيكون مشهور انه شرير جدا وظالم جدا. فالمدير بيقول له من اول ما دخلت السجن وانت بتعمل مشاكل كتير. وبعدها مدير السجن بيوري له صورة وبيقول له انها وصلت له من البريد، ولما ريكي بيقرب علشان ياخد الصورة مدير السجن بيضربه بالخطاف على ايده، وبيفضل كمان يضربه ضربات قوية في وشه، وكمان بيطبق الصورة اللي كانت جاياله وهي اخته الصغيرة اللي اسمها كيكو. ولكن بعدها ريكي بيتعصب جدا وبيكسر المكتب وبيضرب الحراس، وفي الوقت ده مدير السجن بيكون خايف منه جدا، وريكي كمان كان هيضربه ضربة قوية
المية ولكن قدر يمسك نفسه. وبعدها بياخد الصورة بتاعت أخته وبيمشي، ولما بيشوف الصورة بيفتكر ذكرياته القديمة معاها. وبعدها مدير السجن بيكلم هاي وبيقول له إن ريكي لازم يتأدب لأنه تسبب في مشاكل كتيرة جدا. فهاي بيوعده إنه هيخلص الموضوع في أسرع وقت. وبعدها هاي بيربط واحد من المساجين بالسلاسل في وسط ساحة السجن، وبيقعد يستنى ريكي علشان طبعا هو اللي هيجي وينقذ المسجون ده. ووقتها بقى هاي هيتقاتل معاه ويأدبه، وبعدها بيبدأ بينهم القتال هما الاتنين، وريكي بيكون مسيطر على القتال، ولكن هاي بيغدر بيه وبيرش بودرة الإزاز في عينه، وده بيخلي ريكي عاجز عن القتال. فريكي بيكسر ماسورة المية اللي كانت في الأرض وبيغسل بيها عينه. ولما هاي بيهجم عليه بيقدر ريكي إنه يضربه بقوة وبينتقم منه وبيقضي عليه تماما. وبيروح بعد كده علشان يحرر المسجون اللي هاي كان ربطه، ولكن لما بينزله بيكتشف إنه مات. وبعدها ريكي بيحرض المساجين على مدير السجن، ولكن الحراس الشخصيين بتوعه بيظهروا من تحت الأرض وبيضربوهم. فريكي بيقول للمساجين إن هم يتراجعوا علشان محدش منهم يتأذي، وبياخد كمان المسجون اللي مات علشان يدفنه. ومدير السجن بيقترح عليه إنه يبقى واحد من حراسه الشخصيين، ولكن ريكي بيرفض وبيتجاهله. وبعدها بنشوف مسجون اسمه شا، وده كان بيحاول إنه يعزف على ورق الشجر زي ريكي، ولكن بيكون مش قادر لأن لسانه مقطوع. فريكي بيشوفه وبيديله الآلة بتاعته علشان يعزف عليها، فشا بيعزف على الآلة وبيكون مبسوط جدا. وبعدها حراس مدير السجن بيدوا الخنجر لشا علشان يغدر بريكي، ولكن طبعا شا بيرفض انه ينهي عليه. فحراس المدير بيقرروا يخلصوا على شا علشان يستفزوا ريكي. فالمساجين بيتجمعوا لما بيشوفوا جثة شا بعد اللي حصل له، وريكي لما بيشوفه مرمي كده بيحس بالذنب لانه راح بسببه. فبيقرر بعدها انه ينتقم ويحرق مبنى من مباني السجن، والمبنى ده بالمناسبة يعني كان مزروع فيه مخدرات. وبعدها بيجيله الحراس علشان يقتلوه، والتلاتة مع بعض بيكونوا مسيطرين عليه واقوى منه. وبعدها واحد من الحراس بياخده وبيحطه في زنزانة، وفجأة الباب بيقفل عليهم هما الاتنين. ومدير السجن بيخلي الزنزانة تتملي بالاسمنت علشان يقضي على ريكي، ولكن ريكي بيقدر انه يهرب منها وينجي، ولكن الاسمنت بيكون ناشف على جسمه وشل حركته. وفي اليوم اللي بعده بيبدأ يجهزوا السجن علشان يستقبلوا رئيس السجن الحقيقي اللي اسمه زانج. وبعد كده بيوصل زانج وابنه على السجن، وبنعرف انه شخص ظالم هو كمان وما عندوش رحمة وممكن ينهي اي حد. ده كمان معين مدير السجن واردن مكانه لحد ما يجي من السفر. فزانج بيسأل واردن عن اللي حصل في السجن طول فترة غيابه، فواردن بيقول له ان ريكي حرق مبنى من مباني السجن وخلص على حراس ومساجين كتير. فزانج اتضايق جدا واتعصب وطلب يقابل ريكي في اسرع وقت. ولما بيروح للزنزانة بتاعته ريكي بيكسر كل الاسمنت اللي على جسمه، وبيشد كمان رئيس السجن من رقبته كده وبيكون عايز ينتقم منه. وبعدها بيدخلوا الحارس وبيكتفوا بحديد الزنزانة وبيفضل يضربه، ولكن ريكي بيتعصب وبيقدر انه يضرب حارس مدير السجن. فمدير السجن بيخلي سقف السجن ينزل عليه علشان يخلص منه بسرعة، ولكن ريكي بيستجمع قوته وبيقاوم وبيقدر انه يهرب من الزنزانة قبل ما السقف ينزل عليه. ولما بيطلع بيشوف صورة لعيلة الحارس الشخصي اللي السقف نزل عليه وموته، ووقتها بيتضايق جدا لان مدير السجن قضى على ناس كتيرة ظلم من غير اي سبب. ومدير السجن بيكون عامل له فخ في الارض وبيوقعه فيه، وبعدها بيحطوه في حفرة كبيرة وسط ساحة السجن. ومدير السجن بيأمر كل المساجين ان هم يدفنوا ريكي وهو حي، ولكن في البداية المساجين بيكونوا رافضين لانهم بيحبوا ريكي. فمدير السجن بيهدد المساجين بانه هيدمرهم كلهم لو ما سمعوش كلامه، وريكي بيقول لهم نفذوا الاوامر علشان ما حدش فيكم يتعاقب. وبالفعل المساجين بيرموا التراب على ريكي، ومدير السجن قال انه هيسيبه اسبوع جوه الحفرة، وبيحطوا له كمان شيء علشان يتنفس منه طول الاسبوع. وبيبدأ ريكي يفتكر اخته، وبنعرف ان كان في مجموعة من المجرمين عايزين يعتدوا عليها، ولكن هي قررت انها تنتحر. اما ريكي فراح بعدها وانهى حياة المجرمين واخد حقها، وده كان هو السبب اللي دخل علشانه السجن. وبعد ما عدى اسبوع مدير السجن بيؤمر بخروج ريكي من الحفرة، ولما بيخرجوه بيكتشفوا انه لسه عايش، والمساجين بيفرحوا جدا لانه ما ماتش. وبعدها بيسلطوا عليه واحد من الحراس علشان يضربه، ده كمان بياخدوه بعدها علشان يعذبوه، وواحد من الحراس بيحط له امواس في بقه وبيفضل يضربه. ولما مدير السجن بيقرب له بيعوره في وشه بالامواس وبيستفزه، وبعدها بيحطوه في الحبس الانفرادي وبيكونوا رابطينه بسلاسل قوية. وواحد من المساجين بيحط له اكل من غير ما حد
ياخد باله، ولكن واحد بيشوفه وبيبلغ واردن مدير السجن، فواردن بيروح له وبيقضي عليه، وبعدها بيروح بيه لريكي في الزنزانة، ولكن بيكتشف ان ريكي مش موجود، فبيدخل الزنزانة وبيدور عليه، فريكي بيفاجئه وبينزل له من السقف، فبيمسكه وبيضربه ضربة قوية في وشه، وبيضرب كمان المسجون الخاين وبيقضي عليه، وبيروح لصديقه اللي جاب له الاكل، ولكن للاسف بيلاقيه مات من كتر التعذيب، فبيتعصب جدا وبيخلي المساجين يتلموا على مدير السجن واردن ويضربوه وياخدوا حقهم منه. وفي الوقت ده زانج مدير السجن بيكون في المطبخ، فريكي بياخد واردن وبيرميه قدامه بعد ما اتضرب واتهان، وبعدها حراس مدير السجن بيهجموا عليه، ولكن ريكي بيقدر بكل قوته انه يتصدى لهم ويقضي عليهم، وبعدها زانج بيدخل في قتال مع ريكي، وفجأة زانج جسمه بيتحول لكائن عملاق وشكله غريب، وريكي بيحاول انه يضربه ولكن مش بيكون قادر عليه، ولكن بيقدر انه يستجمع قوته وبيقدر يشيله ويرميه جوه مفرمة اللحمة، وبكده قضى عليه تماما. وبعد كده بياخد راسه وبيخرج بيها للمساجين وبيقول لهم ان من النهارده مفيش ظلم تاني، وبكل قوته بيضرب سور السجن وبيوقعه، وبكده يكون قضى على مدير السجن والمساعد بتاعه وخلص الناس من شرهم. ايه بقى يا صديقي، عجبك الفيلم؟ لان بكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكون انبسطت معانا يا صديقي، ما تنساش بقى تعمل لنا اللايك والسبسكرايب وتشوف ملخصاتنا اللي فاتت علشان هتعجبك جدا. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.